السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا معايا هنا بقى هنعمل فتة سوري. جايبة حوالي كيلو بانيه. ودي بقى الكمية حسب ما انت ما بتحبي، ومقطعة تقطيعة الشاورما، ومقطعة فلفل الوان، ابيض، احمر واصفر واخضر. ومعايا بقى التوابل: بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، معلقة سنة قرفة صغيرة، ملح، في بهارات. ونزلت بمعلقة زبادي عليهم، وكنت عصرة برتقانية. البرتقانة دي بقى بتخلي بصوا البانيه ده في حتة تانية خالص. هظبط بقى الملح بتاعي، وحاطة كمان معلقة زبادي، وهنقلب بقى كل الخليط ده. وكمان بقى انا نسيت اقول لكم، حاطة كمان معلقة بابريكا مدخنة، بتخلي طعم البانيه تحفة. وكمان بقى عصير البرتقال ده بيخليه في حتة تانية. هنا بقى ضربت كل الخليط مع بعض، ونزلت عليه بالبانيه وقلبته كويس. وده بقى مبدئيا كده، دي اول حاجة قلت هبدأ بيها. بصوا بقى، انا هنا كده معايا العيش الشامي، لان الفتة السوري بتحب العيش الشامي. وهنعمل كمان سلطة البتنجان. هوريكم بقى سلطة البتنجان دي حلوة قوي قوي قوي. هنعملها بقى بالبتنجان والزبادي والرمان. بجد بجد كلها عناصر غذائية وتحفة وجميلة جدا. بصوا بقى، هبدأ بقى اقطع العيش زي ما انتم ما شايفين بقى كده مكعبات. يا اما بقى تحطيه في صينيه في الفرن وعليه معلقه سمنه وتدخليه في الفرن، يا اما تحمريه على النار من فوق. انا مبدئيا هحمره على النار من فوق، اسرع وسهل يعني، ويعني بينجزني بسرعه. هنا بقى ايه، انا طبعا تبلت البانيه وقطعت العيش، وقلت بقى ايه اسيب البانيه يتبل شويه يشرب من التتبيله. وهنبدا بقى نعمل ايه، نجهز طبق السلطه. هنا بقى كان معايا البتنجان، برضو قشرته وقطعته مكعبات زي ما انتم ما شايفين. وهرش عليه معلقتين ملح علشان خاطر ما يشربش زيت كتير. بصوا بقى، هنا طبعا بقى العيش، بصوا هنزل احمره في الزيت. نصلي بقى على الرسول ونوحد الله ونقول لا اله الا الله. اكله كانت تحفه وطعمها حكايه وسهله جدا، وبصراحه بجد تغيير في الاكل، وكان طعمها حكايه. جربوها بقى بنفس الخطوات دي، هتعجبكم جدا. هنا بقى كنت حمرت العيش زي ما انتم ما شايفين، مقرمش بقى وطالع تحفة. جبت بقى طاسة تانية وحطيتها على النار، وحطيت فيها معلقتين زيت، ونزلت بقى بالشاورما كلها اللي انا كنت متبلاها. سبتها على النار شوية، ما قلبتهاش اول ما حطيتها، سبتها شوية 5 دقايق، وبعد كده ابتديت اقلبها. نزلت بالبصلاية وفلفل الالوان عليها، وهقلبها بقى تقليبة كويسة زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا بقى انا كده خلاص، كانت الشاورما تقريبا قربت تستوي. هسيبها حوالي 5 دقايق او 10 دقايق على النار، والعيش على في الطاسة بيتحمر. طبعا نزلت بمكعب ميجي على الوش كده وقلبته. في تركية انا بحب اعملها للشاورما، هعملها دلوقتي. بصوا بقى، برجع كل الشاورما في نفس الطاسة زي ما انتم ما شايفين، وهحط بقى معلقة زيت، وهنزل بمعلقة توم. دي بتخلي الشاورما بجد، جربيها كده. بصوا تحفة تحفة تحفة. هنزل بقى بمعلقة توم على حبة الزيت في نفس الطاسة، وهشوحها شوية كده، وهنزل عليها بقى بشوية خل. بصوا، بصوا الجمال، بصوا الجمال بقى. كانت مخلية ريحة الشقة مش قادرة اقول لكم. كان طعمها تحفة بجد. جربوها بنفس الخطوات والتركات اللي انا عملتها دي، هتعجبكم جدا، مش هتندموا والله. هنا خلاص تقريبا كده كانت خلصت خلاص. وهنا بقى البتنجان كنت حمرته، والعيش حمرته. اكله ما خدتش معايا وقت خالص، وكانت سهله وسريعه. هنا بقى معايا حله، وحطيت فيها معلقه زبده، وهنزل بقى بالرز المصري بتاعنا. حابه تعملي الرز الكبسه عادي، متفل وقشطه، ده برضو شغال، بس انا بحبها بالرز المصري بتاعنا. نزلت بقى بمعلقه الزبده والكركم، ومعلقه كركم، وابتديت بقى اشوح في الرز شويه، وهنزل بقى عليه بالميه السخنه. وطبعا بقى نظبط الملح بتاعنا،
وهغطيه بقى واسيبه كده على نار هادية لما يستوي. انا الرز بحب اديله غلوة واوطي عليه النار خالص عشان يستوي على نار هادية. هنا بقى احضر الصوص بتاع الفتة السوري وسلطة الزبادي، هما الاتنين واحد على فكرة، نفس الصوص بتاعها. هنا بقى كان معايا حوالي 3 علب زبادي، فضيتهم كده كلهم في بولة في الطبق بتاعي، واحط عليهم بقى حوالي 3 معالق او 4 مايونيز، طبعا بقى عشان يخلي طعمها جميل. واحط معلقة ملح صغيرة، ربع معلقة ملح. وهنزل بقى بحوالي معلقتين طحينة، وهحط معلقة فلفل اسمر، وحطيت معلقة توم مفرومة، وهنزل بقى بمعلقة فلفل اسمر صغيرة وشوية خل، حوالي معلقتين خل او 3 معالق خل. هضرب بقى كل الخليط دون كده مع بعضه لحد ما يديني قوام الكريمي. صوص تحفة تحفة للفتة السوري وسلطة البتنجان. وهنشوف دلوقتي بقى هنبدأ وهنعمل ايه. هنا بقى انا اول حاجة هبدأ بيها البتنجان. سلطة البتنجان دي عبارة عن جرجير وعيش متحمص اللي هو الشامي، والبتنجان الرومي جايباه مقشراه مقطعاه مكعبات. طبعا الجرجير انا بجيبه بقرطفه زي الملوخية وبغسله وبحطه في المصفى عشان ينشف، وبعد كده بحمص العيش وبحمر البتنجان. طبعا هنا بقى جبت البايركس او اي طبق انت بتحبيه عندك، نزلت بالجرجير وحطيت العيش المتحمص، وهنزل بقى بالبتنجان على الوش. طعمها تحفة بجد، جربوها وكلها عناصر غذائية وحلوة جدا جدا جدا، وخفيفة قوي على فكرة، وتشرفك في العزايم، وحلوة قوي 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 لو عندك عزايم وبتحطيها على السفرة. هنزل بقى بالصوص اللي انا عملته على الوش، وهحط بقى الرمان. طبعا بقى كانت حاجتها اكترتها متوفرة عندي، فقلت بالمرة بقى اعملها. صلي بقى على الرسول ونوحد الله، ولايك واشتراك لاختك علشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. بصوا بقى شكلها، بصوا الجمال تحفة، بصوا الحلاوة والجمال ملهاش حل. هنا بقى كان عندي رمان متفصص اصلا في التلاجة، فكان سهل بالنسبة لي. حطيت بقى على الوش كده معلقتين او 3 معالق، بصوا حلوة حلوة جدا. طبعا بقى احنا عارفين الرمان بقى كله حديد وفيتامينات، والبتنجان والجرجير، فما شاء الله يعني سلطة حلوة يعني. انا شخصيا بحبها جدا السلطة دي. هنا بقى هنبدأ بقى نغرف للفتة السوري. اول حاجة بحطها في السيرفيس بتاعي الرز. هنزل بقى بالرز بقى كده، اهو زي ما انتم ما شايفين. هنجيب بقى العيش وهنحط العيش حوالين الرز، طبعا بقى التشكيلة دي بقى زي ما انت ما بتحبي بقى انت بقى ودلعي بقى طبقك ودلعي اكلك بقى كده في البيت لولادك وجوزك. ندعي بقى لاخواتنا في فلسطين وغزة، ربنا ينصرهم يا رب نصرا عظيما ان شاء الله باذن الله. هبدأ بقى هجيب بقى الشاورما اللي انا عملتها بالتركات التحفة دي، وهنزل بيها على الوش. ايوه هفردها كده بقى على الرز زي ما قلت لكم. البرتقان مع البانيه، يعني لما تتبلوا بالبانيه تعصروا بقى البرتقان، طبعا متوفر جدا في السوق، مش قادره اقول لكم في تتبيله البانيه بيخليه في حته تانية حلو جدا. بصوا الجمال،
بصوا بقى الدلع، كانت حلوة جدا جدا جدا. هنزل بقى بالصوص اللي انا عملته معاكم، ودي الشكل النهائي بتاعها. ولادي قالوا لي يا ماما تسلم ايدك، بجد ما كانش ليها حل. صحتين وهنا على كل اللي هيجرب الوصفة ويدوقها، ويا رب وصفتي تعجبكم، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم لو جربتوها بنفس التريكات اللي انا قلتها. بصوا بقى الشياكة والجمال. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوف وشكم على الف خير.